بداية هذا الفيديو أحب أنني أشكر كل من دعم وكل من نشر وكل من تفاعل مع فيديوهاتي السابقة، وأنتم فعلا جمهوري شد بهضة. موضوع اليوم أنا ما كنت شي أتكلم عليه، بس مهم جدا أني أتكلم عليه لأن هذا الشيء قد زاد عن حده. موضوعنا اليوم على التيك توك اليمني وعلى المشاهير الذي فيه، وفي الأساس أنا ما أعتبرهمش مشاهير، والكثير منهم طريقة شهرتهم طريقة سيئة، طريقة غير موفقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم يا حبايب في فيديو جديد. ومثل ما ذكرت لكم سابقا الفيديو اليوم عن التيك توك وعن مشاهير التيك توك. طبعا هذولا بالنسبة لي أنا شخصيا ما أعتبرهمش مشاهير أبدا، لأن طريقتهم في الشهرة أو الطريقة اللي بيتبعوها ليكونوا مشاهير طريقة سيئة أو طريقة غير موفقة وطريقة مستفزة. هذول المشاهير أنواع. يا جماعة أنا إنسان يشهد الله علي إني عزيز نفس، ما وقفت قدامكم إلا الحاجة. يا جماعة أنا قلت لي ثلاث أيام إلا من 8 لايكات، أما التعليقات والمتابعة ما أسمع بها إلا مع الناس. يا جماعة أنا طرحت الشعر حقي قدامكم وأنتم أصل العرب. معنا النوع الاول الذي بيدخل يجي يطلب لايكات يا جماعه ادوا لي لايكات، يا جماعه تابعوني، يا جماعه لايكات، يا اخي خلاص اذا عجبني محتواك انا هتابعك. وفي معنا النوع الثاني اللي يتكلم عليه اليوم، الذي واصل الذي جالس يواصل في بثوث مباشره، وهم البنات. المشكله انهم بيطلعوا مع البنات بطريقه سيئه وواصل، وحقهم البث كله سب وكل كلمات بذيئه وتصرفات اباحيه. الذي بذكرهم أنا اليوم يعتبروا بالنسبة لي أنا شخصيا من أردأ المحتويات على التيك توك. معانا أول شخص أبو عماد الذي بيدعي أنه ملياردير في أمريكا، ومدري هو ملياردير أو لا. قمت بطلب الله بالواجب أشتغل، والناس ما يكونوا يقولوا عندي واطلب لهم الأرض. ما أعتقدش إن في واحد ملياردير جالس فاضي على التيك توك وجالس يدور دعومات من خلق الله. الذي ما يعرفش ان ابو عماد كان هذا امام جامع وكان بيصلي بالناس، وفجأة في يوم ليلة دخل على التيك توك وبدأ انه يخرب تدريجيا الى ان وصل الى قمة الابتذال في محتواه على البثوث المباشرة. يا ابو عماد، أبي أنت يا ابو عماد، بين ارسلك في التيك توك في اليوتيوب بينزلوا وانت بتطلع مع بنات. أيوة ليش يعني يا والله يا عمي يقولوا لي طلع فلانة وإحنا بالك أنا بس اصدرت تمشي كل شيء يا ابو عماد. انت كنت امام جامع. أنا غلطان وأعتذر منكم الجميع. انت امام جامع، انت كنت امام جامع. أشهد لله أنا ترجع من امام جامع لا ابو عماد. أشهد لله اريد لك من البنات والله نكون نطلع احنا يعني نطلع احنا رجاله في رجاله انت الذي اتمنى حالا انه ابو عماد يصور لنا حق السيارات، يصور لنا حق البيوت، يصور لنا حق يا اخي ما اعتقدش انك ملياردير وانت جالس داخل البقاله هذه قفك نفس العلبه نفس المنتجات وتقول لي انك ملياردير. ابو عماد من حق هالمحتوى كامل. انا اعتقد باعتقادي الشخصي وعلى ما بحثت وتابعت انه 10% من حق هالمحتوى اللي هو مع رجال، ولا 90% مع بنات. أنا مطوع. ترى مولانا المطوع تشريه وطفران ابشرك. بيكتب 20 تعليق اشكرني. الزلط ما هيش كل شيء، يعني مش شرط ان الداعم قالك تطلع بنات تطلع ترفل انت وياهن معناتها انهم ادوك زلط. اتمنى بعد هذا الفيديو انك تتعدل وتحسن خاتمتك كذا كبير في السن. معانا الشخص الثاني الاخ حسام السالمي. بخير، صباح الورد، صباح الفل. كيفك؟ والله بخير يا مال. هذا الشخص ما يسوي اي فيديو مع رجال، عنده مناعه ضد الرجال. والله بخير يا مال، خير. انت وين رايحه؟ عالجة. ما لك دخل يا مدحت، أنا حرة. صباح الخير، كيف انت يا قلبي؟ صباح الورد. حشتيني. صباح الخير، كل عام وانت بخير، ما شاء الله عليك. من وين؟ مين اللي بيعمل كده؟ اللي بيعمل كده ويقول وبعض فيديوهات طلع مع رجال وفي الاخير مرض، ما يقدرش، يعني عنده مناعه هكذا، يعني لو دخل مع رجال يمرض. وطالما ان معك متابعين ومعك داعمين اتمنى انك تطلع بمحتوى قيم يا اخي، تطلع ضحك الناس، اما انك يا اخي تطلع بمحتوى هابط برد لك من هذا الموضوع. ونصيحه لا تفعلش من نفسك نموذج للمحتوى الهابط، ولا تصدقش اللي حولك الركازين اللي بيدهدوبك، والله ما بيدهدوب الواحد الا هو. ومعانا محمد الحسني اللي هو صديق حسام السالمي. حالي يا زميلي. مين اللي بيعمل كده؟ اللي بيعمل كده ويقول طبعا هذا فيديوهات نفس فيديوهات صاحبه، ما عبيش داعي اني اطلع انا له فيديوهات، لانه ادخلوا بحثوا في اليوتيوب وانتم قيموا الشخص بنفسكم، ما عبيش داعي اني اطلع انا في فيديو حقي.
وشوفوا قمة البهذلة اللي وصلوا لها بسبب الشهرة، ومش أي شهرة، الشهرة البطالة اللي بنتكلم عليها. والحجة حرام ما هي عندكم، الحجة عند اللي بيدخلوا يدعموكم ويخلوكم تستمروا في هذه الهبالة. أنا ما كنت تذكرون في هذا الفيديو، ولكن ذكرتهم لأنهم يعني بنقولوا نظرة سيئة على اليمن. ليش؟ لأنهم جالسين بيمثلوا على قولتهم إنهم بيمثلوا اليمن. وطالما عندك الجرأة الكافية إنك تطلع أمام الكاميرا، حول هذا الجرأة إنك تقدم محتوى هادف. وحتى إذا ما قدمتش محتوى هادف، اطلع في بث مباشر يا أخي بأخلاق، سع غيرك من التيك توكرز اللي بيفعلوها. هذا الفيديو سويته بالتزامن مع حملة حرام ما نسكت عشان نكافح المحتويات الهابطة سواء كانت على التيك توك أو على اليوتيوب. وفعلا حرام ما نسكت. أتمنى أنه كل شخص يكافح هذه المحتويات الهابطة وانتبه على أسرته وأطفاله، لأن هذه المحتويات هي تفسد جيل كامل. وفي نهاية هذا الفيديو أتمنى الفيديو نال إعجابكم ونال استحسانكم. وقبل ما نختم الفيديو أتمنى أنك تفعل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس وتدخل تابعني على صفحاتي في مواقع التواصل الاجتماعي شطرحها لك في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعض الناس اللي بيدخلوا في التعليقات يقول لي انت شي تشتهر، يا اخي انت خطير الصدق. يعني انا فعلت هذا الفيديو على سبب سرها انا، صح؟ على سبب سرها انا وحدي. اكيد يا اخي يشتهر ويشتهر الفيديو حقي يوصل للناس كثير، الناس يتوعوا، الناس يستفيدوا من حق المحتوى. ايش يشتهر؟ بس شهرة تليق بي انا شخصيا.